السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة سريعة ولذيذة تنفع للفطار والعشاء وتنفع لولادنا ياخدوها معاهم المدرسة بديل للسندوتشات. مكوناتها بسيطة: عيش بلدي وبيض وأي خضار موجود عندكم في التلاجة. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. معايا عيش بلدي، ممكن تستخدموا العيش الشامي او السوري او تستخدموا رقاق بدل العيش. وهستخدم بيض وفلفل اخضر واحمر وبصلة خضراء وكام عود بقدونس. تقدروا تستخدموا اي خضار موجود عندكم في التلاجة. وهنا قطعت الخضار اللي عندي لقطع صغيرة وضفت معلقتين من الجبنة الموتزاريلا، لقيتهم موجودين عندي في الفريزر. تقدروا تستخدموا اي نوع جبنة موجود عندكم وممكن تستغنوا عن اضافة الجبنة. وبجهز البيض، حطيت فلفل اسود وملح وهضربه كويس. لو عندكم زيتون ممكن تقطعوه لقطع صغيرة وتضيفوه للخضار. جزرات تبشروها. ممكن تستغنوا عن الفلفل الأحمر وتكتفوا بالأخضر. لو عندكم لانشون أو بسطرمة تقطعوهم لقطع صغيرة وتضيفوهم مع الخضار. وهنا جهزت طاسة يكون مقاسها مناسب لمقاس الرغيف وبدهنها دهنة بسيطة جدا بالسمن. وبحط دلوقتي فيها الرغيف بتخلي وشه لفوق والجزء اللي فيه الردة هو اللي ملامس للطاسة. وبدهن بالفرشة دهنة بسيطة جدا بالسمن، يعني بقايا السمن اللي موجود عندي في الفرشة بدهن بالرغيف من فوق كده. طيب لو حجم الطاسة اللي بتستخدميها أكبر من حجم الرغيف هتتعاملي كأنك بتعملي رقاق، بتجيبي رغيف تاني وتقطعي منه وتكملي بيه. أهم حاجة إن العيش يكون مغطي أرضية الطاسة. ودلوقتي هنزل بالبيض بوزعه فوق سطح الرغيف. ما تقلقيش لو نزلوا شوية بيض من تحت الرغيف مش مشكلة، هيستوي وهتلاقيه هيمسك في الرغيف. وبوزع دلوقتي الخضار اللي معايا اللي مقطعاه لقطع صغيرة على البيض. وزي ما قلتلكوا في أول الفيديو، لو عندكوا زيتون أو جزر مبشور لانشون أو بسطرمة، كل ما تزودوا الإضافات بتزيد القيمة الغذائية للوصفة. ولو هتستخدموا الرقاق الناشف بدل العيش فلازم بتبلوا الرقاق بلة بسيطة بالمية قبل ما بتستخدموه. وبوزع دلوقتي الجبنة الموتزاريلا، ممكن تضيفوا جبنة شيدر، جبنة رومي، أي نوع جبنة عندكم أو بتفضلوه. وبحط الرغيف التاني بقفل بيه دلوقتي على الحشوة، وبالفرشة بديله دهنة بسيطة جدا بالسمن. وهغطي واسيب الفطيرة القمر ديت على نار هادية لغاية ما البيض يستوي. بتاخد دقيقة أو دقيقة ونص بالكتير وبيكون البيض استوى. أهم حاجة إن التسوية تكون على نار هادية عشان العيش ما يتحرقش. البيض ما بياخدش وقت وبيستوي على طول. فهقلب الفطيرة الحلوة دي عشان الرغيف اللي من فوق ياخد تحميصة ولون حلو. وشوفوا بقى لون الرغيف اللي من تحت بعد ما اتحمص وخد لون حلو قوي، والريحة طالعة ما شاء الله خطيرة تجوع بجد. وبوزع عليه شوية جبنة موتزاريلا ورشة بقدونس وهغطي عليه لغاية ما الجبنة تسيح، يعني أقل من دقيقة. وممكن تستغنوا عن رشة الجبنة الموتزاريلا اللي حطيتها على الوش دي وتكتفوا برشة من البقدونس تزينوا بيها الفطيرة. وهنا بعد أقل من دقيقة كانت الجبنة ساحت على وش الرغيف، بقى شكل الفطيرة قمر كده. خلاص هطفي النار. الفطيرة أو نقدر نسميها حواوشي البيض بقت جاهزة. وصفة سهلة وسريعة جدا، في أقل من 5 دقايق كنت محضراها. وببدأ بقطعها. أنا بحب أقطعها مثلثات زي البيتزا. وتعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة، شكلها حلو جدا يفتح النفس وطعمها أحلى. جربوها، أنا واثقة إنها هتعجبكم. لذيذة وسهلة وسريعة، تنفع للفطار والعشاء وتنفع تعمليها للولاد ياخدوها في اللانش بوكس. القطعة منها مشبعة جدا ولذيذة
مكوناتها بسيطة جدا، تقدري تقومي تعمليها دلوقتي من غير عجن ولا فرد ولا تعب، بجد هتعجبكم جدا. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم وتكونوا استفدتوا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.